هنا بغيت نوصل واحد الميساج، راه كنتحاسبوا ونقول لكم اللي دا شي اطاد الارض شي مشروع اللي كان مخصص شي حاجه راه ما غنتفارقوش معاه وغنرجعوا للماضي كامل نتحاسبوا مع الناس باش نكونوا واضحين. اللي دا شي طاد الارض اللي ماشي من حقه خصو يردها، ومن الاحسن يردها قبل ما نوصلوا معاه لان نوصلوا لخزيت باش نهضروا الهضره ديال الدارجه باش نكون. اللي دا شي طاد الارض اللي ماشي ديالو اللي ترجع للجماعه، ولا اللي دا شي درهم ماشي ديالو، من الاحسن له يردو. وراه في الدار البيضاء راه بدينا مع مجموعه الناس وحنا غنمشيو حتى الاخر. اللي دا شي درهم ديال الجماعه الترابيه اللي ماشي من حقه يديها، من الاحسن له يردها بالخاطر امين، يردها بزز غيردها بزز. ما كاينش متر واحد مربع اللي بقى شيت في شي موضع ولا شي طريق ولا يتم الاستحواذ عليه، راه ما كايناش. راه كاين ناس خدامين اليوم في الدار البيضاء ويخدموا مدن اخرى، وكنقول لكم اللي دا شي طرد الارض ولا دا شي درهم، من الاحسن له انه يردها عن طيب خاطر، ودا ما رداش عن طيب خاطر يردها كيف كنقولوا بزز منه. لا، هذه اسس الحكامه، لان ما يمكنش. وهنا نهضروا على مع الساده بطبيعه الحال، كتعرفوا ان الغيره اللي عندي على المنتخبين، لانني كنعتبر راسي بان واحد من المنتخبين ومن ديما كنهز لهم القبعه وكنحييهم لانهم في الصف الامامي. راه حتى واحد ما كيفرض عليهم انهم يمشيوا لسميتو. المجموع العام ديال المنتخبين ناس اتقياء، كيف كيقولوا انقياء ولا شنو؟ نزهاء، الناس اللي عندهم غيره على الوطن. الناس هذه مساله مفروغ منها، لكن كاين واحد ماشي قليه، بعض مع الاسف يعني ما كيساعدوني راسهم من الجماعات ديالهم من السلطات انها تقوم العمل ديالها. الناس كيقوموا الواجب ديالهم على اتم وجه، وكيجي واحد كيسمح في حق الجماعه، راه ماشي حقه هو باش يسمح فيه، حق المواطنين، راه ما عندوش الحق يسمح فيه. هذاك اللي ما كيرفعش دعوه وخصو يرفعها راه كيدير الظلم. هذاك اللي خصو يمشي للاستئناف وما كيمشيش، هذاك اللي خصو يمشي للنقد وما كيمشيش، هذاك اللي كيتفاهم باش يخلص واحد الحاجه اللي ماشي من حقه يخلصها، هادو هما اللي كيسبوا المشاكل المنتخبين اللي هما نزهاء. هادو خصنا نحاربوهم وخصكم نتوما تحاربوهم معنا. راه كاينين مع الاسف قله قليله بزاف، باش نتفاهموا، راه ما كنهضروش على المئات، ولا يعدون على رؤوس الاصابع، لكن الخطر ديالهم هو انهم كيطعنوا في النزاهه وكينقصوا من القيمه. شكون الاخوان اللي قال لك حنايا مسؤولين على المنتخب؟ بطبيعه الحال، وهادو هما الاساس اللي خصنا نحاربوهم كاملين بينا.